قال النهايات. لا متى تظل هكذا النهايات، نهايات متخاذلة عكس ما نطمح إليه، نهاية تبكي الكادح من هذه المجريات، ونهاية انتحار لشاب كان الله راضي عليه، نهاية تشرد لطفل يا عالم نتيجة الأزمات، الله خصيمه من كان السبب والله يصليه، ونهاية فسخ بعد الخطوبة لكثر المعجزات، الله ما أنزلها نهاية تبي غصب الله يغني. عندنا طالب العلم نهايته في الساحات، يطالب يناشد لأن دولتنا للأسف تنسيه، حتى نهاية من تخرج من الجامعات يهتان أو بعدها يجنن من الذي فيه. وكم يا نهايات تحرقك في شرارات وتجعل الآخر في بلاء ما يسليه. يكفي لا هنا نغير اتجاه المسارات ونتكلم عن نهاية عرب لا يحسد عليه. إن تكلمنا عن بلادي فيه غارقة متاهات، بس موقفها اليوم يرفعها عن البقية ويعليه. نهاية العرب حاليا من أسوأ النهايات، وضعها يتصدر الذل والخزي والعار يليه. هيهات السلام مع المحتل، هيهات هيهات السلام مع المحتل، هيهات عكس هذا الخبر بالضبط الحاكم يأتيه. نهايات تطعن تجرح، ما فيها متقبلات ولا فيها الشيء الذي نسعد إليه، نهايات استغفر الله كامل كريهات، وهذا الذي جعلني أكتبه لكم وأمليه.